السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفة جميلة جدا وفعالة جدا جدا في انبات الشعر وفي ملء الفراغات. بس قبل كده لازم نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الوصفة دي عبارة عن توم. طبعا انتوا عارفين التوم فظيع جدا في انبات فراغات الشعر، تقويض بوصلات الشعر. والثوم بينبت الشعر ان شاء الله، بس المهم تستمري عليه لفتره كده اول حاجه هو الثوم هناخده وهنطحنه او تدقيه في الهون او تعمليه في اي حاجه بقى، المهم تطحنيه كويس عشان خاطر نستخدمه. طبعا هنحطه على الراس، محدش يقول الثوم وريحه الثوم، هي كلها ساعة قبل الاستحمام او ساعتين بالكتير قبل الاستحمام. هتهرسي التوم باي حاجة، انا هرسه دي وبس. بعد كده دقيته في الهون عشان خاطر ما نفعتش صراحة. دي طلعتهولي محبب وانا عايزاه مهروس قوي. شفتوا طلع محبب ازاي؟ انا عايزاه مهروس قوي، فانا هحطه في الهون وهحاول انعمه قوي. المهم انتي لازم تنعميه جدا جدا عشان خاطر تحطيه على راسك كده. انا حملته في الهون، نعمته على قد ما اقدر. اهرسيه بقى باي حاجه، وخصوصا ان احنا عملناه من غير ما نحط عليه اي حاجه، لو كان عليه ملح ولا اي حاجه كان انهرس جامد. بس طبعا توم لوحده كده هرسته على قد ما اقدر. هتاخدي بقى حبه كده زي اللي اخدتهم وهتحطيهم على منطقه الفراغات اللي عندك في الشعر او منطقه الشعر الخفيف يعني. هتدهنيها تدلكي بيها كده فروة الراس. طبعا في ريحة اكيد، اعمليها في وقت ما يكونش في حد معاكي ولا كده ولا اتصرفي بقى. هو كلها ساعة ساعتين بالكتير وبعدين هتغسليه. هتفركي فروة الراس كده زي ما انا بوريكي بشكل دائري كده في فروة الراس، وهتسيبيها لمدة ساعة ساعتين براحتك. تحطي على شعرك بونيه او بلاستيك، او هتحطي على شعرك كيس بلاستيك. وهتستخدميها يعني احسن حاجه لو استخدمتيها 10 ايام ورا بعض هيبقى حاجه فله خالص. يبقى بجد 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 فتي نفسك وفتي شعرك جامد جدا. ما عندكيش بقى الوقت او الكيفيه او ما يسمحش معاكي الوقت، اعمليها قبل الاستحمام، كل مره قبل الاستحمام بساعه او ساعتين بالكتير. عملناها مده ساعتين على الشعر، وعايزه تغسليه. قبل ما تغسليه بقى عشان خاطر الريحه، ومحدش يقول الريحه ومحدش يقول كده هتجيبي معلقه بن بتاعنا العادي، هتحطي عليه معلقه خل. بصي انا بعمل لك حاجات بسيطه على اساس هتحطي في اماكن الفراغات. عندك شعرك كتير او حتت كتيره وشعرك خفيف اصلا كله، عايز تعمليه على شعره كله، فانتي هتزودي الكميه. هنا دي معلقتين من البن، وحطيت عليهم معلقه خل. هنحط عليهم كمان يعني معلقه ميه كمان عشان نخليها سائل اكتر. هتقلبيه كويس خالص كده. قلبتيه وبقى كده حلو كده ناعم. برضو هتحطيه على مكان اللي حطيتي فيه الثوم، عشان احنا كده بنشيل ريحه الثوم من الشعر. احنا بنشيل ريحه الثوم من الشعر، فهنحط في اماكن اللي احنا حطينا عليها الثوم. هتدهنيها كلها، هتسيبيها على الشعر لمده نص ساعه، وبعدين هتغسليه عادي، مش هتلاقي اي ريحه من الثوم خالص. وطبعا القهوه مفيده جدا اللي في الشعر، الكافيين اللي فيها مغذي ومفيد جدا للشعر. يا رب تكون الوصفه عجبتك، يا رب تتابعيني. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.